السلام عليكم. اليوم راح نحضر معكم الدجاج اللي راه داير حاله في مواقع التواصل، الدجاج البرازيلي المستورد. قلت نجربه معكم ونعطيكم رايي، والصراحه جاب بزاف بنين ويهبل. ديروا حفظ للوصفه وما تنساوش تدعموني بجيم ومتابعه، ونمروا لطريقه التحضير. جبت زوج تاع الدجاجات، الصراحه نقي ما يحتاج باش نقوه، نحيت له غير الجلده الزايده اللي تجي من تحت وغسلته مليح بالماء والخل وثقبته مليح بالخدمي. لا ماريناد، مغرف كبيره تاع الملح، مغرف كبيره تاع الزعتر، كركم، حرور وراس الحانوت، وتوابل تاع الدجاج، 4 مغارف كبار تاع الزيت، 3 مغارف كبار تاع الرايب ولا ياوخ طبيعي، نص حبه بصل كبيره مرابيه، مغرف كبيره تاع الموتارد، مغرف كبيره زبده، مغرف كبيره فلفله حمراء، وزوج سنات كبار تاع الثوم. ندخلهم مليح في الدجاج، بعدها نغطيه ونخليه يريح 4 سوايع في الثلاجه. بعدها نجيب بابي الومنيوم نحطها بهالطريقه، نحط عكسه بابي كويسون ونحط الدجاج ونغلق مليح. نجيب مورسو تاع بابي كويسون نشمخه بالماء ونكرفسه هكا بيدي ونغطيه به مليح، نزيد نغطيها مليح ونغلفها بالبابي الومنيوم وندخلها الفرن يطيب على نار قليله. بعد ما يطيب مليح نحيه وندهنه بالعسل وندخله يزيد يتحمر مليح. هنا بعد ما خرجته مباشره من الفرن نحط فوقه لاصوص تاعه، جاب بزاف بنين وطايب زبده. اتمنى تجربوه بطريقتي ويعجبكم، وتخلونا رايكم في التعليقات. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو لي في رواحتكم. سلام.